تخيل كده زيت الآلية اللي بنرميه في الزبالة كل يوم ممكن يتحول لحاجة أغلى من البنزين نفسه ويبقى وقود طيارات، بس من غير ما تتخيل. مصر فعلا قدرت تعمل كده على أرض الواقع، وخلاص تم توقيع عقد رخصة لتحويل زيت الطعام المستعمل لوقود طائرات مستدام بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة هانويل العالمية، اللي بتعتبر واحدة من أكبر الشركات اللي دخلت المجال ده على مستوى العالم. وزير البترول المهندس كريم بدوي أعلن إن المشروع هو الأول من نوعه في مصر، وخطوة ضخمة ناحية التحول للطاقة الخضراء. المشروع مكانه في الإسكندرية، وهيشتغل بطاقة إنتاج 120 ألف طن وقود طائرات سنويا، وده رقم مهول. والأهم إنه هيخفض حوالي 400 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل سنة. الوزير وضح إن المشروع مش بس بيخدم البيئة، لكنه كمان مشروع اقتصادي من الطراز الأول بعوائد قوية جدا. أما بقى تقنية هانيويل فهي من أهم التراخيص العالمية لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيوت الطهي المستعملة، وبتحقق كفاءة تحويل توصل ل 80% باستخدام عمليات هدرجة متقدمة. والنتيجة بقت وقود مطابق للمواصفات الدولية، وجاهز يخلي الرحلات الجوية أنظف وأوفر وصديقة للبيئة. مصر النهاردة خدت خطوة مش بس مستقبلية، دي خطوة بتقول إن الطاقة النظيفة مش رفاهية، دي واقع بدأ يتحقق.